السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة فطير شرقي وش بيتزا، طعمه حلو قوي وطعمه يجنن، وبطريقة سهلة قوي من غير عجن ولا فرد ولا اي حاجة خالص. المكونات بسيطة جدا وممكن نحشيها باي حاجة موجودة عندنا في البيت. فطيرة سهلة جدا ولذيذة، ممكن ناكلها في العشاء او حاجة سهلة كده، وجبة غدا كده او جنب حاجة في الغدا. هي عامة حلوة قوي ومشبعة جدا. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة، بعد اذنكم لازم تشتركوا وتدعموني باشتراككم وباللايك لو الفيديو عجبكم. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. نجيب الصينية اللي هي بتاعة البيتزا، اللي هي الحجم الكبير تقريبا مقاس 30 او 32، وهنجيب لفة جلاش، ويستحسن تكون جلاش صابح كده وطازة، يكون حلو قوي. ويستحسن ان هو يكون بيتباع عند المحلات اللي بتبيع كنافة وسمبوسة وحاجات صابحة كده، بيبقى صابح اكتر وطعمه جميل. طبعا الجلاش مربع والصينيه بتاعتنا مدوره، فاحنا هنحط نص لفه، نص الورقه بتاعه الجلاش بس في الصينيه، ونص الباقي هنخليه من بره كده زي ما انتم شايفين، وهقول لكم هندخله تاني ازاي. اللي انا بدهنه بيه دوت زبده متسيحه عليها كوبايه لبن دافيه، مخلوطين ببعض، وبندهن بيهم الطبقات بتاعة الجلاش. مش بدهن بسمنة بس، علشان خاطر انا مش عايزاه يطلع معايا ناشف ومقرمش كده، لا انا عايزاه يطلع معايا طري كأنه فطير بالظبط. يعني الخليط اللي هو اللبن مع الزبدة ده هيخلي الجلاش يطلع معانا اكني باكل فطير فطير، اللي هو الفلاحي المشلتت، مش جلاش خالص. فانا هدهن ما بين كل طبقة وطبقة باللبن والزبدة زي ما انتم شايفين كده. وهخلي نص الجلاش من بره. ممكن نحشي لحمه مفرومه متعصجه، لو عندي كيس لحمه في الفريزر مثلا متبقي، او ممكن احشيه بالسجق، او ممكن احشيه بمشكل جبن وشويه لانشون بسطرمه. بواقي التلاجة عندكم بقى، اي حاجه عندكم عايزين تحشوها بيه احشوها بيه. ممكن تخلوها كده وتبقى فطيرة مشلتتة كده عادية جدا خالص، وناكلوها تاكلوها مع الفطير سوري، تاكلوها مع العسل والجبنة، وبنحشيهاش اي حاجة خالص. انا حشيتها النهاردة معاكم باللحمة، كان عندي كيس لحمة متعصق في الفريزر، طلعته وسخنته على النار وحطيته فين في الجلاش زي ما انتم شايفين كده. وعندي بقى كيس جبنة ميكس كده، رومي على شيدر على موزاريلا، وقطعت شوية زيتون برضو زي ما انتم شايفين كده. الاضافات اللي انتوا عايزين تحطوها حطوها، ده كله يرجع لذوقكم في الاخر. نكتر بقى في الجبنه زي ما احنا عايزين كده، عشان بتدينا بقى مطه وطعم جميل كده، طعمها تحفه بجد. شايفين بقى الجلاش اللي احنا كنا مخرجين نص من بره، هنتني اول طبقه، ندخل اول طبقه كده ونقفل على اللحمه اللي احنا حاطينها دي، وندهن بالسمنه واللبن اللي احنا كنا عاملينهم. ونعمل الطبقه التانية نفس الكلام، نقفلها خالص كلها لحد ما نقفل الطبقات كلها. انا سايبه على جنب زي ما انتم شايفين ورقتين جلاش بره هم على جنب، دول لسه هحطهم في الاخر خالص، هغلف بيهم الوش بتاع الفطيره اللي احنا بنعملها. سهله جدا وما بتاخدش اي مجهود، وطعمها بجد يجنن. دي الجوع بقى بالليل كده جعانين، نقوم نعمل فطيره كده زي ما قلت لكم، بشويه حاجات في التلاجة، اي حاجه عندكم احشوها بيها، بيطلع طعمها جميل جدا. ولذيذه قوي وخفيفه وطعمها بجد تحفه. اهم حاجه ندهنها كويس باللبن والزبده، علشان خاطر الطبقات بتاعتها تبقى مورقه وتبقى جميله. اللفه الاخيره دي بقى هفردها على الوش بتاع الصينيه، وادخل بالراحه خالص كده من الجناب، هدخلها بالراحه عشان ما اقطعش الورقه ولا ابوظ حاجه خالص. بالراحه خالص، بصوا بندخلها كده زي ما انتم شايفين. بعد ما حطيتها كويس، هندهن الوش برضو الخليط اللي متبقي الاخير دوت، وهندخلها في الفرن على درجه حراره 180. اول ما نلاقيها بقت ذهبي من تحت، او 200، يعني احنا مش محتاجين يعني ايه، فرن يكون هادي، يعني فرن يكون متوسط ولا عالي ولا واطي. شايفين لما طلعت معايا بقى خدت لون الذهبي اللي هو اكنه فطير مشلتت بالظبط، كان بجد ريحته كده. رحت مخرجاها، حطيت على وشها شويه جبنه ميكس تاني، وحطيت على وشها شويه طماطم وزيتون، وعملتها بقى اللي هو زي الفطير الشرقي اللي احنا بنشتريه من محلات الفطير الشرقي بالظبط. ممكن تحشوها تونة برضو، تبقى زي اللي احنا بنشتريها من اللي هي فطيرة محشية بالتونة، بتبقى طعمها حلو جدا، او بالسجق او بأي حاجة. وهنحط على وشها شوية فلفل كده وطماطم وزيتون وشوية جبن من على الوش، ونرجع ندخلها الفرن تاني. الحاجات دي تسيح، الجبنة اللي على الوش هي كده خلاص استوت، انا بس عايزة الوش ياخد لون اكتر مع الجبنة. واول ما تطلع يكون الحاجة ساحت، هغطيها بورقة فويل او اي غطا، لو في غطا يكفي الصينية. وبعد ما طريت خلاص معانا، بقت طعمها شكلها حلو كده خلاص.
تخلص ينفع تتقطع هنقطعها وهنقدمها بألف هنا والشفا. طبعا عايزينها تبقى سخنة بقى والجبنة بتمط والكلام ده هنقطعها وهي لسه خارجة من الفرن سخنة. عايزينها تهدى شوية وناكلها عشان نعرف ناكلها كده وهي هادية وباردة، نسيبها لما تهدى خالص وناكلها وبألف هنا والشفا.